السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد من قناة عراق أندرويد. في هذا الفيديو راح أقدم لكم طريقة عمل انترو احترافي أو مقدمة احترافية لقناتك بواسطة جهازك الأندرويد عن طريق برنامج أعتقد أن الجميع يعرفوا هذا هو البرنامج اللي اسمه أنيموتو. ندخل على البرنامج ونشرح لكم الطريقة. طبعا هذه واجهة البرنامج. طبعا هنا تظهر لك الفيديوهات التي أنت قد صنعتها بنفسك. طبعا هذا هو أنا صنعته حتى يصير مقدمة احترافية لقناتي في اليوتيوب أو لموقعك أو لأي مكان تريده. فنضغط على هذه العلامة اللي هي نيو، يعني عمل مقدمة احترافية جديدة، ثم نضغط على هذا القلم ونضغط على جنج ستايل. طبعا تظهر لكم هذه الستايلات، عدة من الستايلات. طبعا تقدر تنتظر بالضغط على هذا المثلث. طبعا مثلا انا راح اختار هذا، نضغط عليه وندوس صح. طبعا وبعدين تضغط على القلم مرة الثانية وهنا تختار الموسيقى اللي تريدها. مثلا انا راح اختار هذه، ندوس عليها ونعطيها صح. وهنا اهم شيء اللي هي تختار صور او فيديو اللي انت تريده. فانا مثلا اختار هذني الصور اللي قدامكم، 3 صور او اي مثلا 10، تقدر اي قد ما تريد بس يطول. فمثلا اخترت هذني 3 صور وادوس صح. طبعا راح تظهر عندكم هنا، تنتظر حتى يحملهن. طبعا بعد ما يحملهن تدوس على الصورة اللي تريدها وتكتب هنا اللي تريده، او واذا ما تريد تكتب مثلا نكتب عراقي اندرويد اي شيء، مثلا عراقي. ندوس دوني، عفوا طلعت بلا ما ادوس دوني، اندرويد عراقي وندوس دوني. طبعا هنا مثلا ندوس لايك سبسكرايب. لايك هنا مثلا ندوس سبسكرايب، يعني مو شرط تحطوا اللي انا قاعد اكتبه، اي شيء تريدوا كتبوه. طبعا بعد ما كملنا راح نجي هنا edit text. طبعا هنا اخر شيء بالفيديو شي تريده يظهر. مثلا نكتب اخوكم احمد العراقي، ومثلا نكتب هنا لايك. يعني هذه تجربة فقط. عندما تكمل هذه الخطوات كلها تضغط هنا على بريفيو. طبعا راح هنا يطلع لك كيشي يحمل حتى تشوف الفيديو اللي انت هسه سويته. فتنتظر قليلا، واذا تريد تتخطى تدوس هنا. طبعا راح انتظر حتى اشوفكم. هذا طبعا بدأ الفيديو، شوفوا نفس ما تشوفون. حلو وجميل، يصنع لكم مقدمات جميلة. بعد ما سويته يجي تدوسون على هاي برودكي، تنتظر قليلا لإبقاء المقدمة في الديسكورد. طبعا بعد ما سويت برودكي انتهى المقدمة، انتهت وسوف تظهر لكم هنا. طبعا ننتظر قليلا حتى تظهر المقدمة، لكن أنا ما راح انتظر. هذه جتنا المقدمات اللي احنا سويناها. اذا اردتوا تنزلوها في جهازكم مباشرة ضغطون عليها ضغطة مطولة.
ضغطة واحدة عفوا وليس ضغطة مطولة، تظهر لكم هذه كلمة داونلود، دوس عليها داونلود، بعدين راح يتحمل الفيديو في جهازك. طبعا راح امسحها ما اريده. طبعا هذا كان اللي درسنا اليوم، ان شاء الله عجبكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والمفضلة، ومع السلامة. كان معكم اخوكم احمد العراقي.